وهنا بصت هبة لمنى وقالت لها: معقول يكون إسلام نصب علينا؟ معقول يكون خد الفلوس وهرب؟ بقوا كلهم مستغربين ومش عارفين يعملوا ايه. وفجأة رن تليفون منى، وكانت المفاجأة اللي مش متوقعة. يلا بينا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة، وأتمنى تحط لايك للقصة لو عجبتك. قصة النهاردة عن عامل المشرحة إسلام. إسلام شغال عامل في مشرحة من المشرحات اللي تبع المستشفيات الحكومية. ومن هنا بدأت حكايتنا عن إسلام نفسه. إسلام كان ليه علاقات كتير قوي تبع شغله أو مصالح لشغله بيطلعها من المستشفى للمشرحة. وانتوا طبعا من غير مشرح انتوا كده فهمتوا ايه المصالح اللي بيطلعها. إسلام كان بيبيع الجثث، كان بيساعد الطلبة، بيحاول ان هو يوفر لهم كل حاجة بيحتاجوها للتشريح، طيور أو حيوانات أو أيا كان المطلوب منهم إيه، حتى لما بيطلبوا جثة، وده طبعا كل شيء بحسابه. لكن كانت المصيبة اللي جاية اللي أنا هحكي لكم عليها دي. رضوى طالبة من طالبات كلية الطب. رضوى تعرف إسلام كويس وليها كلام معاه وليها شغل معاه، وكان بيجيب لها حيوانات كتير، مرة فران مرة قطط، أيا كان اللي بيطلب منها في الكلية بتاعتها كان بيجيبه لها. كانت مبسوطة جدا ومن عيلة غنية، ما كانوا حالتهم المادية كويسة أوي. إسلام اللي كان بيطلبه كانت بتديهوله، أيا كان هو بيطلب إيه أي مبلغ. وجه في يوم طلبوا منها تحاول تشرح جثة إنسان، كان الشغل ده مطلوب منها في الكلية كتير جدا. وطبعا بدأت تلجأ لإسلام، بدأت تقول له أنا محتاجة جثة. وطبعا كان الموضوع ده كان مخالف عندهم، استحالة إن في حاجة اسمها أجيب جثة أو أشتغل عليها أو أجيبها من المستشفى، لأن الحاجات دي أكيد مخالفة للقانون. ومن هنا بدأ إسلام يقول لها بس الموضوع هيكلفك كتير. قالت له مفيش أي مشكلة، خد اللي انت عاوزه وهات لي الجثة. إسلام كان ليه علاقات كتير، وكان ليه علاقة مع واحد تربي، كان لما يكون في حوادث أو في أي حاجة كانوا يروحوا يدفنوهم في المدافن اللي مسؤول عنها التربي. وكان طبعا إسلام علاقته كويسة بيه، وكان بياخد منه الجثث بعد ما بتدفن، مجرد ان هي بتدفن. ولو حد عايز من، طبعا كان الكلام ده بيقسموه مع بعضهم، المصلحة اللي بتطلع ده بيمشي حاله وده بياخد فلوس برضه. المهم ان فضلت علاقته مع الطربي كل مادة بتطور، وبقالهم كتير قوي شغالين مع بعض، لدرجة ان هما بقوا صحاب. ووقت ما بيقول له انا عاوز مفتاح تربة او عايز جثة كان بيوفرها له بسهولة جدا. وطبعا اسلام اللي كان ليه الافادة الاكتر، لان اسلام اللي كان بيتعامل مع الطلبة وهو اللي كان بياخد منهم الفلوس. ومن هنا قال لها خلاص تعالي انا هحضر لك الجثة، بس تيجي تاخديها او تيجي تشتغلي عليها عندي في المشرحة. وقالت له تمام، وقت ما تجهز معاك قولي. وفجأة بيرن تليفون رضوى، وكان إسلام جهز الجثة وحاططها لها في قلب المشرحة. والدنيا راقت، بدأ تدخل ويقفل الباب عشان تقدر تشرح الجثة من غير ما حد ياخد باله ومن غير ما حد يشوف. بعد ما أخد منها الفلوس ودخل وقال لها تعالي اقفلي عشان ما حدش يشوفنا، وكان عامل حسابه إن ما حدش حواليه وما حدش يسمعه. ومن هنا دخل وقفل الباب عليهم هما الاتنين، ودخلوا عند المفروض المكان اللي بيبقى فيه الجثث، أو المخزن اللي بيبقى فيه الإدراج اللي بيشدوا منها الجثث من المشرح. ولسه هي بتشد عشان تطلع الجثة، وفوجئت بإسلام وراها في ثانية، خبطها بساطور على دماغها، نزلت ميتة. وهنا كان مستغرب طبعا، اللي تستغرب له موقف إسلام، ايه اللي يخليه يعمل فيها كده وهي تعتبر زبونة دايمة معاه؟ ايه اللي يخليه ممكن يعمل فيها يوصلها لدرجة الموت وهو ملوش أي، يعتبر إن هي مصلحته أو هي أساس شغله؟ ومن هنا بدأ طبعا الباب كان مقفول، بدأ طبعا يقطعها ويحطها في أكياس، خد أجزاء اللي محتاجها منها في قلب بطرمانات فيها محلول كده هو عارفه، وبقية الجسم قطعه على شنط ودايرة كل آثار الدم اللي كانت في المشرح، مخلاش ليها أي أثر.
وشال بواقي البنت في قلب أكياس، والحاجات طبعًا اللي في قلب العلب دي أو في قلب البطرمانات دي هو واخدها طبعًا وهيبيعها، واللي كان طبعًا مستغربين جدًا إن هو ليه عمل فيها كده، وليه غدر بيها كده، ولغاية كده ما حدش يفهم أي حاجة. خلاص روّح هو من هنا، وطبعًا خد البنت بقلب الشنط معاه واتخلّص منها، وعدّى يوم و2 و3 يدوّروا على البنت أهلها مش لاقيينها، يحاولوا يشوفوا هي فين ما فيش ليها أي طريق، وانقطعت علاقتها نهائي. طبعًا بحكم الإسلام إن هو صاحب التُرَبي خد منه مفتاح التُرَب ودخّل الجسم اللي كان معاه في قلب الشنط، دخّله ودفنه، وكده طبعًا ما حدش عرف عنه حاجة نهائي. ورجع بعدها شغله عادي جدًا عشان ما حدش ياخد باله، وفعلًا عدّى يوم و2 و3 وجه بنتين من المستشفى محتاجين جثة، والبنتين دول كانوا اسمهم منى وهبة، بدأوا يقولوا له: "يا إسلام إحنا محتاجين جثة للتشريح، وأنت عارف إن إحنا منهجنا صعب والحاجات دي لازم تبقى موجودة وحاول تتصرف لنا." وكانت منى وهبة برضه حالتهم المادية كويسة جدًا، وكانوا بيصرفوا كويس وقالوا له: "اللي أنت عايزه إحنا هنديه لك، بس لازم تتصرف لنا في جثة عشان نتعلم عليها ونشرحها." ومن هنا إسلام قال: "ما فيش مشكلة حاضر أنا هاشوف لكم." وفعلًا بدأ يروح يكلم التربي تاني على جثة، ومن هنا خد الجثة من التربي وراح بيها على المشرحة. وبدأ يقول لهم الجثة موجودة وهاتوا المبلغ وتعالوا، وطبعا ده انتوا عارفين كان مبلغ كبير جدا، لأن دول المرة دي كانوا اتنين، فالمبلغ كبر بقى أكبر من اللي كان واخده من ضحى. ومن هنا طبعا قابلوه هما الاتنين وادوله المبلغ. اليوم ده كان فيه تفتيش وكان فيه قلق كتير جدا في المشرحة، وده اللي خلى إسلام بعد ما وعدهم إن هو هيديهم الجثة للأسف كان خلف بوعده وقال لهم معلش لأن الدنيا مقلوبة هنا ومش هقدر أسلمكوا حاجة. بعد ما خد الفلوس بيومين مش لاقيينه وما جاش الشغل، حاولوا يدوروا عليه لكن مفيش أي أثر ليه، ومن هنا عرفوا إن هو اختفى. وهم بصوا لبعض كده قالوا معقولة هو سرقنا، هو ممكن يعمل حاجة زي دي. ومن هنا لقوا التليفون بيرن، مين اللي على التليفون؟ كان إسلام. وإسلام وقتها قال لهم أنا راجع بلدي ومش مفيش أي جثة ومفيش أي حاجة وتعالوا خدوا فلوسكم. ومن هنا هبة قررت تروح تقابل إسلام عشان تاخد الفلوس بتاعتهم. هنا قرر يقابلها في بيته. وقتها ما كانتش منى معاه، قالت لها انا هروح اجيب من اسلام الفلوس وانتي استنيني. وقتها كده هبه راحت له على البيت ودخلت بيته، وبعد لما دخلت اسلام دخل معاها وضيفها وقال لها اتفضلي، ودخلت وقعدت بحيث ان هو يجيب لها الفلوس. واول ما قام ده خرج من الاوضه اللي هو فيهم عشان يدخل اوضه تانية يجيب لها الفلوس اللي هو كان بيقول ان هو عينها في الاوضه التانية، بصت في شقته كده لقت مناظر غريبة قوي وجسمها خاف منها، لقت بقايا بني آدمين وعيون، ولقت زي ما يكون هي في مكان صعب جدا، ده مش بيت، ده زي ما يكون هي في مشرحة. هنا أدركت إن هي دخلت في مكان ما ينفعش إن هي تدخل فيه، وبدأ قلبها يدق بسرعة جدا وبدأ الرعب يتملكها. كل ما تمشي في مكان تلاقي دم وتلاقي أعضاء بني آدمين وكلها في قلب بطرمانات في قلب محلول. ومن هنا بدأت تقول أنا عايزة أمشي، ولسه بتتلفت عشان تنادي على إسلام وتقول له أنا عايزة أمشي من هنا، ولقت إسلام انهال عليها بسلاح حاد على رقبتها، وقعت ميتة. وكان برضو المفهوم إن إسلام ليه بيعمل كده، ليه بيعمل معاهم كده. ومن هنا وقعت، بدأ يعمل معاها نفس اللي عمله في الضحية اللي قبلها، بدأ ياخد الأعضاء اللي هو محتاجها منها وبدأ يقطعها في أكياس، وكده خلاص وهيروح يدفنها زي العادة عند الترابي صاحبه. قطع الجثة في أكياس سمرة وخد الحاجة وحط بقيتها ببطرمانات في بيته وخد الشنطة وطالع. بس يفوجئ وهو خارج من باب شقته إن لقى منى في وشه وبتسأله على هبة. قالت له هبة ما جاتلكش؟ قال لها لأ. طب تعالي اتفضلي نستناها جوه أنا وإنتي. ودخلت طبعا منى بكل
ما حطيتش إخوانة لإن هي داخلة ممكن يحصل لها أي حاجة. ودخلت مع إسلام فعلًا، بس أول ما دخلت البيت لقت فيه آثار دم كتير، وفي حاجات كده غريبة ما بقتش فاهماها، وفي ريحة مش حلوة، وبدأت تبُص على المكان وخافت نفس خوف هبة، وبدأت تقول: "إيه الحاجات دي كلها؟ وإيه الحاجات اللي أنت حاططها في البرطمانات دي؟ أنت هنا بتعمل إيه؟" وبدأت تكلم إسلام وعايزة تفهم إيه اللي بيحصل في بيته بالضبط، وبدأت تأكد وتقول له: "هبة مأكدة لي إن هي جاية هنا." بدأ إسلام يبص لها بصة غريبة أوي خافت منها، وبدأ يقول لها: أنتِ عاوزة تعرفي فين هبة؟ قالت له: فين؟ قال لها: هبة في الكيسة السمرا اللي قدامك دي، وأنتِ هتحصليها. هنا بصت برعب منى، وبدأت جسمها كله يتنفض، وبدأت تقول له: أنت بتقول إيه؟ معقول؟ أنت اتجننت؟ ومن هنا بدأ إن هو يقول لها: لأ ما اتجننتش، صدقيني صاحبتك في قلب الشنطة السمرا دي وانتي هتحصليها. وبدأ يبرق لها، وبدأت هي كل مدى تنهار وتترعب أكتر وأكتر ومش عارفة تعمل ايه. وبدأ يجيب السلاح نفسه اللي ضرب بيه هبة عشان يضرب بيه منى، لكن لحظها إن هي قدرت تزقه وتخرج من قلب الشقة، وكانت منهارة جدًا وبدأت تجري وتصرخ عشان أي حد ينقذها. هنا ما قدرش إسلام إن هو يخرج معاها، لأنه عارف إنه لو خرج وهي بتصرخ كده هم هيمسكوه. بدأ إن هو بيهرب، وطبعًا جريت هي على أهل هبة وبدأت تقول: الحقوا هو موتها، وبدأت في هستيريا بيحاولوا يجمعوا منها إيه اللي حصل، وطبعًا بلغوا الشرطة. ومن هنا يروحوا بيت إسلام ويقلبوه ويشوفوا منظر القذارة اللي في قلب بيته، والمدافن والجثث والحاجات اللي حاططها في قلب العينات اللي حاططها، إن هو كان بيبيع أعضاء ناس وكان بيتخلص منها، وكان مموت أكتر من 11 ضحية. ودي كانت الكارثة. بدأوا يشوفوا حاجات المتعلقة بالبنات اللي تايهة واللي اتقدم فيهم طبعا بلاغات اختفاء، وكل دي كان إسلام بيتخلص منهم، وكان هو السبب ورا اختفائهم. ومن هنا بدأ البوليس يدور على إسلام في كل مكان، خد الناس كلها اللي تعرفه، ومنهم كمان كان الراجل اللي ماسك التربي اللي كان بيتعامل معاه اتقبض عليه. وهنا اعترف على كل حاجة، واعترف إن إسلام كان بيجي ياخد منه جثث، واعترف إن هو يعرفه من فترة كبيرة، لأنه ساعتها البوليس هدده وقال له: أنت هتبقى شريك معاه في كل الجرايم اللي عملها، لأن هو كان بيقتل ناس. من هنا الترابي اتفزع وقال: لأ، أنا ما قتلتش حد، أنا كل ما عليا إن أنا كنت بديله جثث ناس ميتة مش أكتر من كده، لكن أنا عمري ما قتلت حد، وعمري ما مديت إيدي على بني آدم وأذيته، لكن بصراحة كنت ببيع له الجثث اللي عندي. ومن هنا بدأوا يكثفوا جهة البحث عن إسلام، ودوروا في البلد اللي هو كان جاي منها، وقلبوا الدنيا عليه لغاية ما اتمسك. وقتها بدأوا يسألوه: إيه اللي خلاك ممكن تعمل في بنات كده؟ ليه؟ واشمعنى البنات بالذات اللي انت بتعمل فيهم كده؟ لأن اتضح إن هو كان بيعمل في البنات بس كده، أما الشباب ما كانش بيعمل لهم أي حاجة، وكانوا برضو بيتعاملوا معاه، وكان بيديهم جثث، وكان نفس تعامله مع تعامل البنات. بس لاحظوا ان هو فئة واحدة بس اللي هو بيمسكها وبيعمل فيها كده، فئة البنات المبسوطة، او اللي هم اهلهم مرتاحين ماديا. من هنا دي كانت نقطة ضعفه. وبدأ اسلام يعترف وبيقول: اه انا فعلا كنت بعمل كده مع البنات الاغنياء، او البنات اللي اهلهم مبسوطين. وقالوا له ليه، وبدأوا يعرفوا منه ايه حكايته. وطلع ان هو كان بيحب بنت، وكانوا أهلها أغنياء أوي، وكان بيحبها جدا، وما طلب يتقدم لها هم رفضوه، وقالوا إن هو مش مستواهم. وبدأت البت تقول له: أنا بتكلم معاك مجرد إن إحنا نعرف بعض مش أكتر، لكن أنت بالنسبة لي ولا ليك لازمة، أنت مش من طبقتنا. وبدأ هنا يتعقد نفسيا من الطبقة اللي هي المفروض إن هي أعلى منه. وبدأ أي بنت يشوفها بدأ يطلع فيها الغل اللي مقدرش ياخده من حبيبته اللي حبها بجنون، لدرجة إن جات له هستيريا بيها، وما بقاش عارف ومبقاش طايق أي بنت حالتهم المادية كويسة، بقى حاسس إن هي اللي قدامه.
وبقى يقول إن أنا طول الوقت بقيت أشوفها هي اللي قدامي. أي بنت بقت تتخيل إن هي، وبقيت بعمل كده بكل سهولة، وما بقيتش أرتاح إلا لما بموتهم. ومن هنا خلصت قصتنا. أتمنى القصة تكون عجبتكم، وأتمنى لو عجبتكم القصة تحطوا لايك للفيديو.